أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. في آخر الحكاية اللي فاتت سألنا سؤال وجودي وقلنا ازاي الوضع هيتغير في نهاية العشرينات وبداية التلاتينات. هل ده سحر مثلا ولا نص العشرينات دي حد عمل لنا فيها عمل علشان ما نكونش عارفين نحقق اي حاجة من اللي احنا عايزينها، او حتى لو حققنا اللي احنا عايزينه ما يكونش عندنا الاحساس بالرضا او بالساتسفاكشن اللي احنا كنا متخيلينه. ولكن في حكاية النهاردة هنجاوب على السؤال ده من خلال آراء الناس اللي تخطوا المرحلة دي وسبقونا فيها. أنا سلمى والنهاردة التلات وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. مبدئيا كده فترة العشرينات محدش عمل لنا فيها عمل ولا حاجة. الفكرة بس ان في كام حاجة كده في العشرينات ما بنبقاش واخدين بالنا منها وبناخد بالنا منهم في الأواخر أو في بداية التلاتينات. يعني أول حاجة من الحاجات دي هي النضج. عملية النضج في أول فترة في العشرينات وفي نص العشرينات بتبقى عملية سريعة جدا، يعني ممكن نكون كل يوم بننضج عن اليوم اللي قبله، فعلشان كده غصب عننا بنكون حاسين بتخبط شديد وإن احنا تايهين كده. وده عكس تماما اللي بيبدأ يحصل في مطلع التلاتينات. رتم النضج بيبقى أهدى شوية أو أهدى بكتير، فالإنسان بيبدأ يبقى عنده إحساس كده بالهدوء، وإحساس التخبط ده اللي كان عندنا بيبدأ يقل. الموضوع بالظبط عامل زي الشخص اللي بيعمل رجيم أو الشخص اللي بيخس. طول الفترة اللي هو بيخس فيها مش هيبقى عارف يلبس ايه، لبسه القديم واسع عليه، وكل ما يروح يشتري حاجة جديدة برضو يلبسها أسبوع أسبوعين ويلاقيها بتوسع عليه. لكن بمجرد ما وصل للوزن الصحي ليه ويبدأ في عملية ان هو يثبت وزنه، هيعرف يختار لبس مناسب لشكله الجديد والجسمه الجديد. تاني حاجة الإنسان بيتعلمها ويعرفها أكتر كل ما يقرب للتلاتينات هي ان الإنسان لما بينضج بيبدأ يبقى عارف ان من ألد أعدائه في الحياة هي المقارنة، انه يقارن نفسه بغيره. وده اللي غصب عننا ممكن يكون بيحصل مع معظمنا كشباب في العشرينات. ومش شرط خالص تبقى المقارنة دي الغرض منها سيء او غرضها وحش، لا سمح الله. بالعكس، احيانا بتبقى المقارنة دي علشان احنا فخورين بالشخص اللي قدامنا، حاسين ان هو كويس او شايفينه شخص كويس وحابين نبقى زيه او شبهه الى حد ما. ولكن مع النضج الانسان بيكتشف ان المقارنة الوحيدة اللي بتفيدنا ومش بتضرنا هي مقارنة نفسنا بنفسنا. يعني تقارن نفسك زمان بنفسك دلوقتي. والسبب وراء ان المقارنة دي هي المقارنة الوحيدة المفيدة هو مش سبب واحد، هي اسباب كتير قوي ويطول شرحها. فلو حابين ان احنا نبقى نتكلم عنها ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين في حكاية جديدة لوحدها. تالت حاجة بقى بنتعلمها او يعني الحياة بتعلمها لنا هي ان احداث الحياة هيحصل فيها كتير قوي، والسيناريوهات اللي هتحصل غير خالص السيناريوهات اللي احنا بنقعد نعملها في دماغنا. فإما الحاجات اللي احنا كنا خايفين ان هي ما تحصلش واحنا في اوائل العشرينات او في نصها هنلاقيها حصلت على اواخر العشرينات كده وبداية التلاتينات، يا اما الحاجات دي مش هتحصل بس هتدرك انها لو كانت حصلت بصراحة كده كنت رحت في الشلحات، علشان هيحصل لك حاجات تانية كتير أهم وأحلى وأنسب. وحط تحت أنسب دي 100 خط. سؤال بقى يمكن ما قلناهوش في الحلقة اللي فاتت ولكن هو بيتكرر كتير. نعمل ايه بقى في فترة العشرينات دي علشان نبقى في السيف سايد؟ الإجابة هتبقى برضو بناء عن الناس اللي سبقونا وتخطوا المرحلة دي. فأول حاجة على كلام الناس اللي تخطوا المرحلة دي وسبقونا، إن واحدة من أهم الحاجات اللي المفروض نعملها هي الهدوء والصبر، علشان مفيش أي داعي إن احنا نسترس نفسنا. كل اللي في العشرينات محدش فيهم متأكد 100% إذا كان الطريق اللي هو اختاره والطريق اللي هو ماشي فيه ده هو الطريق الصح ولا لأ، ومفيش أي نوع من أنواع الضمانات إذا كان الطريق ده صح أو غلط. فهنستفيد ايه يعني لما نقلق ونسترس نفسنا؟ تاني حاجة
وهي في كود كده بتقول you have the choice whether to live or to exist. انت عندك حرية الاختيار في انك تعيش او تتواجد، تعيش الحياة وتعيش سنك وتعيش الحلو والوحش، وتتقبل ان الحياة فيها الابس وفيها الداونز، فيها الحلو وفيها الوحش، او انك تختار انك تستسلم ومجرد بس انك تتواجد كده وتعدي الايام. بس بعد ما الايام دي تعدي هتكتشف ان هي مش هترجع تاني، لان دي ايام بتعدي من حياتك. فمفيش داعي خالص ان احنا نقضي عشريناتنا خايفين وقلقانين وبنفكر هنعمل ايه، لان كل حاجة مصيرها هتوضح. فبلاش ندي الامور اكبر من حجمها، لان في العشرينات احنا عندنا طاقة اكتر من اللي هتكون عندنا بعدين. عندنا وقت بنسبة كبيرة هو اكبر من الوقت اللي هيكون عندنا بعدين. فبلاش نستسلم لفكرة ان احنا هنعيش اليوم بيومه وهنتواجد بس. وعلى رأي الاستاذ خالد سليم، عشنا قد ايه باقي قد ايه، يبقى بس ليه نشغل بالنا؟ ليه بقى نشغل بالنا؟ في النهاية احب اقول لكم انها عادي، مش لوحدنا زي ما قلت المرة اللي فاتت، وبالراحة شوية يا جماعة. اشوفكم التلات الجاي، وما تنسوش تعملوا فولو لحكاية التلات على انستجرام @حكاية التلات ب AA في اخر التلات، علشان تتابعوا كل حاجة وتشاركونا مواضيع حابين ان احنا نتكلم فيها بعد كده. حكاية التلات هي بودكاست اسبوعي موجودة على ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالانجلش. نتقابل التلات الجاي.